ارجع شوي. قصف الطيران الحربي داخل قرية مناغ ومطارها العسكري. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تحكي لنا عن معركة بالأمس مع قوات النظام وعن خسائر قوات النظام على هي الجبهة. الخسارة عندهم كثيرة الحمد لله رب العالمين يعني، وقربوا على القرية بس صديناهم بإذن الله يعني، ما خرج يقربوا على القرية طبعا. تحكي لنا عن معنوياتك، أنت هلا مرابط على قرية نبل والزهراء. المعنويات اللي عنا يعني بإذن الله ما القرية العال يعني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحكي لنا عن معنوياتك وانت هلا مرابط على قرية نبل والزهراء وبعد محاولة قوات النظام التسلل الى قرية الطامورة. الحمد لله هون الشباب كلها ريصدة وعيونهم 10/10 ريصدين الحمد لله على النيزير هدول. بحق قوات النظام حاولت تتقدم على هي الجبهة؟ حاولت بس الحمد لله رب العالمين صديناهم. الله أكبر. عدل سيارة ثانية. عدل سيارة ثانية. إن شاء الله في السيارة. الله أكبر. الله أكبر. تمام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جرمان الله اللي أعطانا يا شيخ. الله أكبر. حجر. طيران العدوان الروسي يشن أشرس هجمة همجية على مدينة رفعت خاصة وعلى الريف الشمالي عامة، فلا يهدأ لا بالليل ولا بالنهار باستهداف المناطق المدنية التي تحوي السكان المدنيين، ضاربا عرض الحائط مؤتمر جنيف والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات الدولية، فإنه يقوم بسياسة الأرض المحروقة ويحرق الحجر قبل البشر. وكما تشاهدون الدمار الذي حصل جراء استهداف المدينة بعشرات الغارات من طيران العدوان الروسي بالصواريخ الفراغية. صامدين، هذا بيتي خرب، إذا بتخرب رفعت كلها ما راح نطلع. صامدين فدا الشباب وما حدا ينجرح بإذن الله. يا قادة يا حكام العرب يا أهل البرمان والعقالات يا عرصات النفط، سوريا تذبح في صمت، نحن نذبح في صمت وصامدون بإذن الله. أين أنتم يا مستعربين؟ لأنتم عرب أنتم، لو كنتم عرب كان ما سكتوا لحتى الآن. يا مستعربين بإذن الله صامدين. هنا مكان سقوط البرميل من الطائرة
مروحين أدت لدمار المسجد بشبه كامل. الله أكبر. رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. قام المجاهدين ليلا بالتسلل إلى نقاط مركز الجيش، وقام الأخوة بالتمهيد أولا، وبعد التمهيد قمنا بالتسلل إلى نقاط مركز الجيش، فأصبحنا على بعد 4 أمتار من تمركز قوات الجيش وفرقة صقور الصحراء. وبعد التسلل إلى نقاط الجيش قمنا بالاشتباك، والحمد لله رب العالمين من علينا الله بالنصر في قرية قروجة. والحمد لله كان عدد القتلى يتجاوز 15 قتيل، وعدد الجرحى يتجاوز 10 جرحى من فرقة صقور الصحراء، واغتنمنا من بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأهمية قرية قروجة بالنسبة لنا هي التي تطل على قرية ربيعة وقرية الريحاني ومرصد برج القصب وسد برودو. الطيران الهمجي الشرس من قبل الطيران الروسي الذي يقوم منذ فترة قليلة بتعرض لقرى حوران بشكل عام من بلدة نعيمة إلى بصرة الشام، مما بدأ في سياسته الممنهجة باستهداف المشافي بشكل مباشر في الغرية الغربية والغرية الشرقية، وبشكل عام في بلدة النعيمة، وبشكل خاص في بلدة الصيدة، مما تعرض لصاروخ ميج بشكل مباشر إلى المشفى، مما أدى إلى انفجار كبير في قلب المشفى وأضرار كبيرة إن كان من الأجهزة أو غير ذلك من جدران وغيرها، وكما تسبب ببعض الجرحى من الكوادر الطبية. بالنسبة لمشفانا لا يوجد هناك حل 100% من أجل العمليات الجراحية أو غير ذلك، ولكن نسعى بشكل كبير من أجل إيجاد أي مكان آمن لوضع العمليات الجراحية التي تعرض لها من قبل الطيران الهمجي. وما زالت الاعتصامات الحلبية والمظاهرات لليوم الرابع على التوالي تنادي بأصوات حلبية تدعو فصائلها العسكرية للتوحد تحت قيادة عسكرية واحدة تسمى جيش حلب، ليقوم بدوره بالتصدي للعدوان الروسي ولصد الهجمات الأسدية والميليشيات التابعة له لمنع حصار المدينة. ابقوا معنا. كمؤسسة جيل القرآن قمنا اليوم بهذا الاعتصام وهذه المظاهرة، نطالب جميع الفصائل بوقف نزيف الدم السوري والتوحد وترك التفرق والتشرذم والتوحد جميعا تحت راية واحدة وتحت قائد واحد، لعلنا ننتهي من هذا العدو المجرم، وإن شاء الله تعالى إلى فتح ونصر قادم. شو مطالبكم من المظاهرة؟ مطالبنا يتوحدوا ويكونوا معنا بقلبهم بروحهم بدمهم. نحن بدنا اياهم يكونوا معنا يساعدونا، نحن نساء حلب، نحن من ناديهم. الله اكبر الله اكبر. مطالبنا انه يتوحدوا كل الفصائل مشان نكون يد وحده ومشان نكون يد قويه ونتغلب على عدونا ان شاء الله. شو مطالب؟ مطالبنا الثبات على الجبهات والصبر، لأنه النصر قريب النصر قريب النصر قريب بإذنه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللي بستغرب، أنا مواطن هذا البلد، اللي عم بستغرب من هالشعب هذا اللي عم بيهرب على تركيا. لك لا شو نهرب لا شو؟ لك الله خلقنا هون وحسنا في البلد هون. لا شو عم تعيفوا أولادكم تمشوا عايش؟ مشان يجوا يتحلوها خيي ولا يتفضوها؟ أنا اللي بستغربه اللي لك هي ما بيشيلها غير رب العالمين، هي بأي وقت بيموت ما بيعلم فيها غير رب العالمين. عم تعيفوا بلادكم تمشوا على ايش؟ لا نريد الحصار لمدينتنا الذي ضحينا فيها الغالي والرخيص من أجل تحرير هذه البلدة، وإن شاء الله تعالى نتمنى هو توحد الفصائل العسكرية. بتوحدكم ننتصر، شعارات ما زالت تملأ شوارع مدينة حلب بأصوات حلبية لليوم الرابع على التوالي، فهل عسى
أنه سيصبح الحلم حقيقة لحلب اليوم. علاء الشريف، حلب. نحن طبعا عمال المجلس المحلي لمدينة حلب ثابتين محتسبين صامدين، ما راح تأثر فينا الحملات الإعلامية والحرب النفسية. ما في شيء جديد، نحن من 3 سنين لحد الآن نفس الأمر، يدفعونا دفع لنترك هالبلد. نحن البلد ما راح نتركها، متشبسين فيها. طبعا ندعي باقي الأخوة من الفصائل للتوحد من أجل الوقف في هذه الهجمة. نحن عمال مجلس مدينة حلب قطاع النظافة، الحمد لله رب العالمين نحن موجودين هون، والحمد لله رب العالمين نسبة العمال اللي نزحت ما في 1%. إن شاء الله الحمد لله نحن هون بقيانين، والعمل الحمد لله قائم رغم ادعاءات النظام بحصار وإلى آخره. نحن إن شاء الله صامدين، إن شاء الله شعب وعمال وكل شيء إن شاء الله تعالى ومجاهدين. نحن موظفين وعمال القطاع الأنصاري يعني مستمرين في عملنا، والآن عم نقوم بالأعمال بشكل كامل بإذن الله تعالى. ويعني نحن بالنسبة لموضوع النزوح من حلب، نحن بنناشد كل الأخوة بحلب المدنيين عدم النزوح، لأن إن شاء الله حلب لن تحاصر، وإن شاء الله الآن العمال يعني تقوم بعمل جدا جدا رائع بهذا الوضع الحرج اللي عم تعدي عليه حلب. وإن شاء الله نحن بحلب يعني دائما مع حلب، نحن بإذن الله بالوضع الراهن، يعني إن كان في حصار ولا ما في حصار نحن رح نبقى بحلب ورح نقاوم باذن الله حتى اخر قطره دم باذن الله. اول شيء نحن بنوجه رساله لبوتين ولبشار، الحرب هي ما هي حرب انه والله يعني انه فكر انه يسيطر على البلد ويسيطر على الاسلام يعني بيوم وليله. اول شيء هذا الحرب حرب اسلام، ونحن منتصرين باذن الله عز وجل، والله ما بضيعنا وصامدين الحمد لله رب العالمين اليوم وبكره وبعد بكره. بنوجه له رساله وبنقول له انه لسه ما شفت شيء، والايام اللي جايه ان شاء الله بنورجيك قيمتك. طب قل لي وين ننزح وين نروح؟ لا اجار في، مصرات ما في الحمد لله، بيركين يعني هون نحن نزحنا، بيركين هون كمان يعني بيوت من إلنا بيركين. عم بيقولوا بدها تحاصر حلب، اذا بدها تحاصر حلب يعني ايش بده يصير فينا؟ اقوى من المضايا؟ ما في اقوى من هيك، ما في اقوى من هيك. يعني باذن الله نحن صامدين، كون عم نعبي اكياس خيو بنقول يعني الله يحميكم والله يقويكم، ايش بدنا نحكي اكثر من هيك؟ نحن ما نسير لا طيران ولا روسيا ولا كل الدول، نحن صامدين باذن الله. لو كان تحصل الحمد لله ما في شيء، ان شاء الله ما بنتحاصر، الله يحميه ونقويه لجيش الحرب جاي محمد. طيب شو عم تسوون وليش؟ عم نعبي كاس لجيش الحرب مشان تدشين، بس الله ما لنا خوفاني لا منه ولا من طيرانه. نحن الحمد لله رب العالمين باركين وصامدين، وان شاء الله ما بناكل لا هم حصار ولا شيء، الحمد لله رب العالمين. باذن رب العالمين عنا من الزراعه زارعين، ومن الحمد لله كل شيء الحمد لله، ما بننا ياكلين هم طاول، وان شاء الله لا بيصير حصار ولا بيصير يعني ما بصير علينا شيء، ان شاء الله صامدين لبين اخر نفس من روحنا ان شاء الله.